دنيا بطمة، رعية من رعاياك الأوفياء، أن تتفضل وتشملني بعفوك وأن ترحمني وترحم بناتي وترفع عني هذا البلاء. انهيار الفنانة دنيا بطمة وطلبها العفو من ملك المغرب الملك محمد السادس، حيث قامت المغربية دنيا بطمة خلال بث مباشر ظهرت فيه وهي تبكي وتكشف تعرضها لمحاولة قتل، وطلبت العفو من ملك المغرب الملك محمد السادس بعد رفض المحكمة طلب النقض اللي قدمته وتأييد المحكمة للحكم الاستئنافي الصادر ضدها بسبب القضية المعروفة إعلاميا بحمزة منبيبي الذي تورطت فيها هي وشقيقتها منذ حوالي 3 أعوام، وكان قد صدر ضدها حكم ب8 أشهر، ولكنها رفعت دعوى استئناف، وده اللي أدى لرفع العقوبة من 8 أشهر إلى سنة بسبب شهادات زور كما ذكرت دنيا بطمة في البث اللي ظهرت من خلاله. كمان أضافت دنيا إنها بتتعرض لمؤامرة تستهدف إنهاء مسيرتها الفنية، وأشارت إلى مشاركة طليقها محمد الترك في المؤامرة ضدها. وكانت محكمة الاستئناف بمراكش قد قضت بسنة حبسا نافذا في حق دنيا وغرامة قدرها 10,000 درهما، وقامت دنيا بطلب النقد، ولكن محكمة النقد بالرباط رفضت طلب النقد الذي تقدمت به دنيا بطمة وتأييدها للحكم الاستئنافي، وده اللي خلى دنيا تظهر في بث مباشر تطالب من خلاله الملك محمد السادس ملك المغرب أن يشملها بعفو. مولاي صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب، حفظكم الله وسدد خطاكم. بعد تقديمي لفروض الطاعة والولاء مشفوعة بأسمى عبارات الولاء والإخلاص الرائعين والدعوات الصالحات لحضرة مولانا وسيدنا جلالة الملك محمد السادس، نصرك الله وحفظك بما حفظ به الذكر الحكيم. أنا دنيا بطمة، رعية من رعاياك الأوفياء، أن تتفضل وتشملني بعفوك وأن ترحمني وترحم بناتي وترفع عني هذا البلاء.